السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنكم بس انا نزيد في موضوع الفيديو النهاردة دقيقة واحدة بس، تدعوا معايا فيها لوالدي ووالدتي بالعفو والرحمة والمغفرة، ولأهالي أصدقائي. وزي ما قلت قبل كده وهقول كل مرة إن شاء الله، أنا بنزل كل جمعة فيديو صدقة جارية على أرواحكم. فأي حد حابب نضيف أي حد من قرايبه برضه متوفيين، أنا معنديش أي مانع، يكتب بس في الكومنتات وأنا إن شاء الله هرد عليه. اول حاجه بس يعني النهارده مش هلغي كتير قوي قبل الفيديو ان شاء الله، بس حابه اشكر كل شخص انضم للقناه من دلوقتي. وانا لسه عددنا مش كبير قوي، لسه حوالي 51 دي اخر مره شفتها، يعني لو فتحت القناه 51 مشترك، وان شاء الله يعني نكبر مع بعض كلنا. وحقيقه انا ممتنه لكل حد سواء كان من الفريندز اللي عندي على الفيسبوك وكده ومن صحابي او كان فعلا شخص جديد، انا ممتنه للاتنين، بس ممتنه اكتر بجد للجديد عشان انا اصلا عامله القناه دي عشان اتوسع عن دايره صحابي، مش عشان حاجه والله، وانا بجد بحبكم كلكم، بس انا قصدي اتوسع، فانا عاوزه حد برضو يشوفني غيركم مش عشان حاجه والله يعني. فطبعا محدش بس من صحابي يزعلوا يعني عشان بقول الكلمتين دول. المهم انا عاوزه اتكلم في كذا حاجه. موضوع النهارده اولا الفيديوهات ان شاء الله، انا اولا بعتذر الفيديو متاخر، عارفه ان الفيديو متاخر، حصلت بس ظروف كده مش افضل ان احكيها قوي، بس باختصار يعني ان شاء الله التاخير ده مش هيتكرر كتير. هيبقوا فيديوهين في الاسبوع، فيديو يوم السبت وفيديو يوم الاربعاء على الساعه 8 ساعه كده بالليل ان شاء الله. تمام تمام. بالنسبه للمواضيع انا زي ما قلت لكم ان شاء الله دلوقتي الفيديو التاني ده انا قلت لكم كنت محدده من الاول عن الهزار، وكنت قصده اني احدده كده عشان بجد سواء موضوع الهزار او موضوع شتايم، الموضوعين الاتنين دول بجد كانوا فقعيني بشكل مش طبيعي، ولسه برضو فقعيني على فكره. عشان يعني رغم ان انا نزلت فيديو الشتايم، انا عارفه ان انا مش هقدر اثر على كل العالم او هقدر يبقى تأثيري كبير كده من الاول، بس انا زمان حتى في دايرتي انا برضو التأثير لسه مش قد كده، دي حاجة محبطاني جدا، خصوصا من بنات صاحباتي يعني نصحتهم بدل مرة كتير وهم بنات كويسة عامة ولسه برضو فيهم العادة دي، فانا بجد يعني ربنا يهديهم يعني، ومش قصده واحدة بعينها عشان بس محدش تقول لي بتلاقي حنايا في الفيديو، لا مش قصدي حد معين والله، مش قصدي حد معين بجد، لا بتكلم عامة. تمام تمام. فعامة انا يعني بجد محبطة من الموضوع ده، واتمنى اي واحدة دلوقتي تشوف الفيديو ده من اللي حاسة ان انا قصدهم يعني تبطل، يعني ارجوكي بطلي ارجوكي، يا ماما يا ماما ويا بابا ولد او بنت، ده عشانكو انتوا، عشانكو انتوا، ما انتوا اللي بتاخدوا الظروف دي مش انا. يعني على فكرة اوكي انا بنصح وكل حاجة، بس انا مش مجرد بالنصح اصلا، انا مش شيخة ولا عالمة ولا اي حاجة، بس عشان انا مش متقبلة اللي بيحصل ده وكده كده يعني رب يعني احنا مأمورين على الامر بالمعروف وننهى عن المنكر، طالما نقدر نعمل كده يعني الموضوع ده مش مقتصر على الشيوخ اساسا، فانا قلت ليه لا بس. فعشان كده كان موضوع الشتايم ده مهم جدا، وانا الحمد لله نزلت واتكلمت فيه، وهبقى اتكلم فيه تاني بقى في فيديوهات شورتس وكده، عشان الناس اللي بتطول الفيديو الطويل يعني هحاول اقسمه في شكل شورتس ان شاء الله، لسه هشوف الموضوع ده، لسه مقررتش هعمله ولا لا، لكن فيديو الهزار اوريدي انا هعمله شورتس بعد ما اخلص تصوير الفيديو ده. وعامة الجزء ده مش هطول قوي زي اللي فاتوا، هحاول يعني اخلي الاجزاء بس صغيره، مش عشان حاجه، عشان بس يعني متزهقوش مني برضو، عشان عارفه عامه ان بحس الموضوع مثلا صاحبي بقى تقيل شويه على الناس، مش عارفه والله، بس اللي هو مش كله بيسمع وبيركز وبيهتم وكده، وانا بحاول بجد، انا بحاول استهدف اكبر عدد ممكن، وانا عاوزه افيد اكبر عدد ممكن، سواء بقى من الناس الكبيرة من الناس الصغيرين من اي فئة عمرية، حتى انا مش محددة فئة عمرية اصلا للمحتوى ده. انتوا شايفين انه في حاجة انا بعملها في ده غلط، فممكن نتناقش برضه ده وده في الكومنتات، عشان كده انا عشان كده بفتح الكومنتات على فكرة، وبقول عادي كلموني من الكومنتات وناقشوني، انا ما عنديش مشكلة، انا مش بقول كده مثلا ومش هشوفها او هكبر دماغي، لا انا فعلا هشوفها وبرد، اعتقد حتى لو شفتوا الفيديوهين اللي قبل كده انتوا بتقولوا برضه الكومنتات عادي، مع انها مش حاجات بيج ديل يعني، حاجات بسيطة وفيها غالبا كلام مدح مش برضو اسئلة او كلام نقاش، بس عادي يعني هرد على اي حاجة. تمام. هو بس بالنسبة بس للفيديو اللي بعد كده، بعد ما اخلص فيديو هزار ان شاء الله، سواء كان اجزاء سواء كان فيديو واحد، لسه هنشوف مع بعض نكتشف حسب الادلة اللي انا جبتها دي كلها. تمام. سواء كده ولا كده الفيديو اللي بعد ده هيبقى بناء على تصويتكم انتوا، يعني المره دي بقى انا هفتح التصويت بقى خلاص للمحتوى الجاي، مش عشان حاجه،
عشان انا زي ما قلت انا مش عاوزه اعمل الفيديو يعني اقعد اعمل انا فيديوهات محتويات مواضيع انا اللي بلاقيها. انا عاوزه اناقش برضو مواضيع انتوا مهتمين بيها، واظن دي حاجه يعني متوقعه يعني وعادي. فانا هستنى اقتراحاتكم بعد كده عشان اخدها بعين الاعتبار مع المحتوى اللي انا برضو بحضره وانا مواضيع انا. يعني انا مش عاوزه يبقى كل محتوى انا اللي بلاقيه، نقوا معايا برضو. ده بجد انا مش بعزم، انا بقول بجد نقوا معايا. فانا برضو طولت مش عارفه ايه ده انا اسفه جدا. نخش بقى في الموضوع دلوقتي. انا ليه عاوزه اتكلم عن موضوع الهزار دلوقتي؟ عامه في السوشيال ميديا عامه بقى، فيسبوك بقى، تويتر، انستجرام، اي ابلكيشن، تمام؟ بحس ان انا بشوف حاجات كتيره قوي اللي هو بقى ها وهزار وكده، بس ده حرام. يعني انا مش فاهمه بجد ليه كده، بجد مش فاهمه ليه كده. ويعني الحاجات ممكن ما افكرش اصلا انها غلط، اللي هو احنا بنعملها كده وخلاص، ودي برضو حاجه هنتحاسب عليها على فكره. يعني دي اصلا برضو كارثه تانية. يعني حتى حتى اول ليل حتى انا مكتوب هنا في الورقه: بسم الله الرحمن الرحيم، من سوره قاف الايه 18. ربنا بيقول: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني ما يلفظ من قول، اللي هو يعني حتى الكلمه محسوبه زي ما قلنا قبل كده في موضوع الشتايم على فكره. يعني حتى اعتقد كده تلاقي برضه فيديو الشتايم يعني اللي بقوله ايه، ان اي تصرف محسوب. طب ما الكلام ده مش بس بالبق كده، ما دلوقتي انا معانا اهو الموبايل وبنتكلم بيه ونتواصل بيه، فالبوستات ما دي كلام، الميمز وكده والصور بنزلها ما ده برضو كلام. اي حاجه طالما الناس بتشوفها فدي حاجه هنتحسب عليها. اتمنى بس يعني تكونوا بتفكروا في ده او شايفين ده، تمام؟ يعني اي حاجه حضرتك انت مسؤول عنها، انت مسؤول عن الشير اللي بتعمله. يعني حتى مش انت اللي عامل بوست ومشيره، انت مسؤول عنه على فكره، ده بجد. فيعني المفروض تنقي الرياكشنز بتاعتك، تنقوا الشير بتاعكم، تنقوا اي حاجه هتقولوها، سواء انتوا هتقولوها لحد او تقولوها على النت او ايا كان بقى، تمام؟ فطالما اي كلمه محسوبه فده بيشمل كل حاجه بقى، حتى في موضوع الهزار ده. يعني مثلا خلينا نبتدي مثلا اهو الحاجات اللي فيها مثلا تريقه مثلا على حد او على شكل حد او فيها تنمر. يعني انا اقول فيها تنمر او مفيهاش تنمر، حتى اللي فيها مثلا تريقه مثلا على حد مثلا عمل حركه غبيه او مش عارفه ادي مثال، ده مفيش مثال جاي في دماغي دلوقتي، بس اعتقد الفكره وصلت. يعني في الميمز فيها تريقه عامه، بتريق على حد، بتريق على ممثل، بتريق على موقف، بتريق مثلا على ظروف حد او مثلا موقف حياتي او كده. التريقه عامه بالطريقه دي مش صح. يعني مثلا اهو ربنا بيقول في سوره الحجرات الايه 11: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. يعني مثلا الآية دي هي بتحرم السخرية بكل أشكالها، سواء بالكلام، بالإشارة، إن أنا أقلد حد، إن أنا أحاول أضحك حد وخلاص بالعافية. فسواء الموضوع ده كان قدام حد أو زي ما قلنا الميمز اللي هو اللي بنشرها على النت وكده، فده برضو حرام. اي استهزاء باي حد حرام. فالكلام ده ينطبق ان انا ما ينفعش اعملها مع اصحابي، ان انا اقعد استهزأ بحد صاحبي، ما ينفعش استهزأ بالمدرسين، عشان اخر فتره بقيت اشوف بوستات كتير على المدرسين وكده، حاجات مستفزه بصراحه. مانيش باخد المدرسين دول اساسا، فالمفروض يعني بره عني، بس يا جماعه كده غلط، كده حرام. مش عارفه المفروض اقولها كم مره انا عشان الناس تسمع يعني، ما ادينا بنحاول ادي مثال اهو. فزي ما قلنا ليه برضو الحاجات دي اللي هو ان انا اتريق على حد حرام. يعني مثلا اهو في حديث من صحيح مسلم اهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. او يعني انا يعني لما انا استحقر حد، اقلل من حد، اتريق على حد، فده كله انا كده بحتقر شخص اهو، وفي الاخر بقى ده في الغالب مسلم، غالبا بيبقى مسلم. وعلى فكره مش عشان مسيحي يبقى موضوع حلال، عشان بس ما نخش بقى في فتنه طائفيه. يعني اللي بحاول اقول خلينا بس واحده يعني حتى ان
تتريق على مسلم حرام. فيا جماعه انا مش فاهمه انتوا بتعملوا كده ليه بجد؟ يعني ايه العبره في كده؟ ايه المتعه؟ واتس سو فاني في كده بجد؟ ايه اللي بيضحك في كده؟ ويعني حتى زي ما قلت قبل كده، حتى من يعني من فيديو ده مش من قله الهزار، يعني حتى اللي بيهزروا بالالفاظ دول انا لسه هتكلم عنهم تاني انا دلوقتي، بس اللي انا بحاول اقوله يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. في حاجات كتير ممكن نهزر بيها غير الطريقه دي. ما الرسول كان بيهزر، مكانش بيشتم ولا بيكذب ولا بيألف مواقف، لسه هتكلم زي في المواقف ولا كل ده. فانا مش فاهماكوا بصراحه يعني. على فكره يعني في حاجات كتيرة ممكن تبقى فاني وممتعة ومرحة وفيها هزار غير الحاجات الحرام. يعني هو ربنا مش محرم وخلاص، ولا انا مش بقول الكلام ده حرام وخلاص. انا بقول كده ليه؟ عشان زي ما قلت الشخص اسلوب ده علينا كلنا على فكرة. يعني انا برضو كنت بعمل الحاجات دي برضو ساعات يعني بتسهو مني، وبعدين في انها تسهو مني وبعملها. لسه حتى كنت عاملاها من يومين على الفيسبوك ومسحت البوست طبعا بقى بعد ما ادركت البلوه اللي عملتها. بس لو انا نفسي بقى في من كتر ما الموضوع للاسف منتشر، فده غلط، ده غلط والله. يعني حتى عليا انا مش عليكم بس، ده عليا انا كمان نفسي متاثره، انتوا متخيلين؟ وانا عملت ايه؟ يعني فبركت شات كان بس تريقه، انا اصلا ما كنتش مش بحاول اذي حد معين، انا كنت بتريق على حد هو برضه فابريك شات اساسا. فانا بقى عملت فبركة شات كده برضه اللي هو تكمله للشات الهبله بتاعته تريقه عليه. فهو ده برضه غلط، ان انا اعمل انا كده، ده غلط. عن رسولنا برضو صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب فيضحك الناس، ويل له ويل له. يعني الرسول بنفسه قال ويل 3 مرات في الحديث، الويل للي بيكذب عشان يضحك الناس. فبركة السكرين دي انا كده يعني دخلت في الحديث من غير قصد. يعني طبعا تحت البوست واستغفرت ربنا وان شاء الله خير. يعني اللي بحاول اقوله ايه؟ انه مثلا فبركة السكرينات ده مثلا غلط. ان انا الف موقف ده برضو غلط، بناء على الحديث، ده بناء على الحديث بس، مش بناء على يعني حتى كنتش 50 الادله لسه هم عارفين دول 5 صفحات لازم بس ادله. لو حطيتش اي سكريبت بقى عشان قلت خلاص بقى ملوش اسمه السكريبت، يعني حرفيا دول بس ادله. تخيلوا 5 صفحات ادله، انا مش عارفه ايه كل ده. ما شاء الله يعني ما شاء الله الدين مليان حاجات كتير حلوه يعني. وعلى فكره الحاجات دي يعني كترها مفيد، عشان اي حاجه مثلا نفكر فيها ونشك فيها نلاقي ان فيها بدل الكلام فيه 2 و3 و4، مش حاجه واحده. يعني مش هغير الموضوع بقى عشان ما كانش في موضوع تاني، بس المهم يعني كان في ايه تاني برضو. ثواني بقى هقلب الصفحه دي الحلوه دي. طب ماشي، ما مثلا برضو صحيح الحديث المشهور: لا تقل خيرا او يعني ثواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هو ده المفروض اعتقد جاي يبقى احسن في فيديو الشتايم، بس مش مشكله. ما برضو ما على فكره بسم الله قولوا معايا، الكلام ان انا الف موقف وكده ده ممكن اصلا يعرض حد تاني للاذى. ما تقولوش بقى ازاي ومش ازاي، عشان دي بقى قصه طويله جدا ممكن تحصل. يعني غير بس الناس اللي هتصدق، في ناس على فكره عادي بتصدق، عشان بس تقولوش بقى ازاي يصدق حاجه زي دي. لا، في ناس فعلا بتصدق، ده عادي تمام. اولا اصلا يعني تخيل مثلا يصدق يبقى رد فعله ازاي. مثلا تخيل موقف حقيقي، مثلا موقف مثلا كموقف بشع، فقعد يفكر بقى مثلا في الموقف اللي ممكن يتعرض له، او يعني هو الموضوع طويل، فاهمين؟ هي اصلا المشكله في بقى، المشكله في الحاجات دي زي ما قلت احنا غالبا بنعملها من غير ما نحس انها غلط اصلا. انا بقيت مؤخرا يعني بقيت بحاول اراجع اي حاجه بعملها، بجد انا بقيت خايفه ان انا ممكن اتحاسب على اي حاجه فعلا كده وخلاص، وانا اصلا مش قصده. بقيت اخاف بجد من الموضوع ده. فقد ما انا بخاف منه بشوف حواليا، لما الحاجات دي بشوفها حواليا بقعد افكر طب ما هم برضو هيتحاسبوا. هو انا هتحاسب لوحدي؟ مش هتحاسب لوحدي، وكل واحد هيتحاسب عامه، كل واحد لوحده. انا اقصد ايه؟ ان انا بزعل، انا فعلا بزعل قوي، ويمكن بزعل كانه انا مش عارفه ليه بزعل كده. يعني حتى كذا صاحبه ليا قالت لي انت بيبقى قلبك على الناس قوي. مش عارفه ليه كده، بس انا مش هغير ده، مش عارفه اغيره ومش عاوزه اغيره. انا مش شايفه انه اذيني يعني انا اعتقد بفضل الموضوع ده انا بدات ارتقي بنفسي، وزي ما انا برتقي بنفسي بحاول اخلي اللي حواليا يرتقوا هما كمان.
فانا مش شايفه ان ده فيه حاجه وحشه ابدا يعني. هو بصوا عشان بس ما اطولش عليكم، هو كده ده بالنسبه لي اول جزء من الفيديو عشان انا اقسمه زي ما قلت. انا كده ناقشنا حرفيا تقريبا اول صفحه بس، هنكمل بعد كده في باقي الاجزاء. واضح هيبقى اكتر من جزئين يعني. ف استنوني بقى الجزء التاني ان شاء الله. الفيديو ده هيبقى نازل السبت باذن الله، والجزء التاني هيبقى يوم من الاربعاء. وده ما قلنا بقى استنوا طبعا الفيديوهات سبت واربع. واي حد عايز مثلا زي ما قلنا عشان الصدقه الجاريه وكده، حد عايز يضيف قرايبه مفيش اي مشكله، مش لازم قرايبه، لو حد عامه ميت وانت عايز تضيفه في فيديو صدقه مثلا ان انت بتحبه وبتحترمه ايا كان، مفيش اي مشكله خالص. وهستنى برضه اقتراحاتكم للفيديو اللي بعد الهدوء ان شاء الله، عشان اشوف هل هعمل اللي في دماغي ولا حد هيقترح عليا حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.